نوفمبر 1869 الخديوي إسماعيل كان بيفتتح أحد أهم المباني اللي كان أمر ببنائها، لكن للأسف كون المبنى مبني بالكامل من الخشب ده ساهم في إنه يتحرق بعدها بسهولة. أول أوبرا في إفريقيا والشرق الأوسط، دار الأوبرا الخديوية. للتوضيح، أنا مش بتكلم عن دار الأوبرا اللي في حي الجزيرة اللي جنب محطة مترو الأوبرا، أنا بتكلم عن دار الأوبرا اللي بناها الخديوي إسماعيل عشان تكون الأولى من نوعها، وبالضبط مكانها كان ناحية العتبة عند ميدان الأوبرا هناك، وكانت بتسع 850 كرسي. والخديوي إسماعيل بعد ما عمل حفل نوفمبر اللي كان بيفتتح فيه الأوبرا قرر يعمل حفل أكثر فخامة في ديسمبر 1871، ولكن للأسف بعد الافتتاح المهيب بقرن كامل من الزمان، وبالتحديد في 28 أكتوبر 1971 دار الأوبرا الملكية تتحرق بالكامل. وفي سنة 1988 تم بناء دار الأوبرا المصرية اللي موجودة النهاردة عشان تكمل مسيرة أختها الكبيرة.